السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل حال. النهاردة البنات اللي عندها الاماكن الحساسة السوداء جدا سواء تحت القبط او للفخدين، الوصفة دي قنبلة في تفتيح الاماكن الحساسة. وصفة حلوة جدا يا بنات. العرايس بقى المقبلين على الزواج اللي انا وعدتهم بالوصفات اللي احنا هنعملها الفترة الجاية. قبل ما نبدأ الفيديو ده يا بنات، يا ريت تحطوا لي لايك على الفيديو ده وتشتركوا معايا. ده ورق الغار. ورق الغار ده بتجيبوه من عند العطار بتحمصوه كويس جدا وبتطحنوه في محضرة الطعام. ده سحر في تفتيح الاماكن الحساسة. لو تحت القبض فيه سواد والكلام ده كله، انسي الموضوع ده خالص. هيكون معانا كمان نوع زيت بيعالج التصبغات بسرعة رهيبة. هناخد منه الكمية اللي احنا اخدناها دي يا بنات، وزي ما انا بقول لكم يا ريت تجيبوها. ورق الغار ده تجيبوه وتحمصوه انتوا وتطحنوه عندكم في البيت عشان ما يكونش داخل عليه اي اضافات. بعد كده يكون معانا الزبادي او الياغورت، بناخد منه معلقه واحده. بتحاولوا تقلبوا كده ورق الغار مع الزبادي. الورق الغار ده يا بنات لما بنعمله بودره كده بيتغلغل في الاماكن الحساسه. يعني لما بنحطه كده ماسك تحت القبط او بين الفخدين ونسيبه كده لمده بس 10 دقايق لحد ما ينشف، وتروحي فاركه الجلد كده. سحر فعلا. بعد كده هيكون معانا حاجه مهمه جدا وكلكم عارفينها، يعني احنا مش بجيب حاجه او بخترع حاجه، كلكم عارفين خلاصه عرق السوس لعلاج التصبغات والبنات اللي عندها سواد شديد جدا. الفترة الأخيرة دي بقى الخلاصة عرق السوس ده غالية جدا جدا. احنا بنجيبه من عند العطار وده بيكون شكله. بناخد منه معلقة. على فكرة عرق السوس ده البنات اللي عندها كلف وحطاه بقى، يعني لما بنجيبه كده للكلف بس بدون ما نحط عليه أي إضافات وندهن بيه مكان الكلف كده ونسيبه لمدة نص ساعة، بيخلصنا من موضوع الكلف ده خالص. طيب احنا هنعمل الوصفة بقى، عايزين نعمل وصفة متكاملة، يعني نقدر نحط على الوصفة ده زيت السعد لإضعاف نمو الشعر. البنات اللي عندها شعر غزير تحت القبط أو بين الفخدين، زيت السعد ده سحر. وكلكم برضو عارفين ان زيت السعد ده رهيب في ان هو بيمنع نمو الشعر خالص. البنات اللي عندها شعر كتير جدا والكلام ده كله، لما بنعمل الوصفة دي بقى انتوا هتدعولي عليها، لان عايزه اقول لكم الوصفه مجربه وحلوه جدا. هتعملوه بقى بالطريقه الكريمي اللي احنا بنعملها دي. تقلبوه كويس جدا لحد ما تحسوا انه بقى كريمي معاكم. ايه اللي هيخليه كريمي معانا؟ الزبادي. والزبادي ده اللي هيخليكي لما بتفرديه على الجلد بيفرش معاكي كده على الجلد زي الكريم. شايفين يا بنات؟ وكمان تقدري لو حسيتي ان هو ناشف معاكي شويه تقدري تزودي الزبادي شويه. شايفين الطريقه عامله ازاي؟ حلو جدا، طريقته سهلة جدا. هتشوفي بقى التفتيح الفوري للجلد. في بنات هتقولي نقدر نحطه على وشنا، لا، الوصفة دي للأماكن الحساسة فقط. وطبعا تقدري تستغني عن زيت السعد لو انت مش عايزة ان انت تعملي وصفة كاملة كمان يكون فيها حاجة لانها ما تنبتش معانا الشعر وتقلل نمو الشعر. تمام كده يا بنات؟ هيبقى معانا الزبادي وورق الغار ومعانا زيت السعد وزيت اللي احنا شايفينه طبعا ده خلاصة عرق السوس. حلو جدا، وصفة سهلة خالص. ان شاء الله الفترة الجاية هعملكم وصفات حلوة جدا زي ما وعدتكم للعرايس المقبلين على الزواج. بس طبعا بالله عليكم نحط لايك للفيديو ده ونشترك في القناة. انا عايزة الفيديو ده يوصل لاكبر نسبة بنات تشاهدوا معانا، وده طبعا باللايك بتاعكم. والسلام عليكم.